بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزي ما عودناكم في فيديو آخر إن احنا نتكلم عن ذكر الله عز وجل. هل ذكر الله يتقيد بوضع معين؟ هل ذكر الله يتقيد بوقت معين؟ لا طبعا، أذكر الله في أي وقت شاء، لا يتقيد بوضع معين، بمعنى إن أنا أذكر ربنا وأنا قايم وأنا قاعد وأنا نايم على جنبي، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فضل الذكر بيخلي ربنا سبحانه وتعالى بيباهي بيك الملائكة، بيخلي ربنا سبحانه وتعالى يذكرك عنده، بيخلي ربنا سبحانه وتعالى معك دايما. ايه الدليل على كده؟ يقول الرسول مبلغا عن ربه في حديثه القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي، أنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ عندي خير منهم. يعني أنا لو ذكرت ربنا بين البشر، ربنا هيذكرني بين الملائكة. هو في أعظم وأجمل وأجل من كده يا جماعة؟ مفيش طبعا. ربنا يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم، ركز معايا، ألا أخبركم بخير، يعني بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم. هترفعك في الدرجات جبال من الحسنات. وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. إيه هو ده اللي خير لنا من الصدقة؟ ده الصدقة باب في الجنة. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. أفضل من الجهاد برضو؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله دائما يجعلك متصل بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. في طريقين عاوز تسلكهم. في طريق يلخص في قول الله تعالى: فاذكروني أذكركم، وطريق آخر نسأل الله ألا نكون فيه نسوا الله فنسيهم. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. لكي ندخل في هذا الجزاء أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما. هختم هذا المحتوى في حديث ما معناه، ركز معايا. أهل الجنة لما يدخل الجنة مش هيتحسروا على أي حاجة في الدنيا خالص إلا على ساعة مرت عليهم من غير ما يذكروا الله سبحانه وتعالى. فقل معي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. انتظرونا في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك والشير.